السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل وجبة جديدة خفيفة جميلة جدا مغذية جدا. المشروم من المشروم النهاردة هنقليه بانيه وهنعمله سندوتشز جميلة جدا جدا جدا، ولا اروع من كده ولا اطعم من كده. يلا بينا نصلي على الرسول وهنشوف بقى ايه الجمال ده هنعمله ازاي. اسمه المشروم المحاري، وهو نوع من انواع المشروم، انواع عيش الغراب. هو فيه نفس القيمة الغذائية ونفس البروتين، وهو ان شاء الله اللي هستخدمه في وصفة النهاردة. شكله عامل زي الشمسية او زي كف الايد، وليه مسمى تاني بيسموه مشروم الكف، لان هو بيبقى كله حتة واحدة. شكله اصلا لذيذ جدا، وهنشوف ان شاء الله هنتبله وهنعمله ازاي. ما بينفعش المشروم هنا ان انا اضيف التتبيله عليه، فالتتبيله هضيفها في التلحيسه اللي هعملها للمشروم، لاننا لو ضفنا الملح والتوابل عليه لونه بيغمق او بيسود. عشان اقليه انا هعمل بالظبط زي البانيه. هجيب طبقين، الطبق الاول هحط فيه دقيق بس، الطبق التاني هضيف فيه كوبايه دقيق وكوبايه نشا ومعلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون مطحون، معلقه كركم، معلقه ريحان مفروم، وحبه ملح. نضيف عليه كوبايتين ميه. هضيف كوبايتين، ممكن كوبايتين ونص، لحد ما اخلي العجينه عندي سايله كده شبه عجينه الكريب. هبدأ هنا كده هاخد قطعة قطعة، انا مش هقطعه طبعا، هخليها زي ما هي، وهنزله عندي هنا في الدقيق الاول، وبعدين هنزله في التتبيلة السايلة، وبعدين انزل عليه في الزيت على نار متوسطة. بياخد حوالي معايا من 10 ل 12 دقيقة لحد ما تستوي. هعمل معاكم كمان واحدتين كده او بنفس الشكل ده. انزله الاول في الدقيق، بعدين في التتبيله السائله، وبعدين مباشره في الزيت. نحاول بس كده نصفيه شويه من التتبيله. شايفين شكله جميل ازاي، والطعم بالظبط بيكون شبه البانيه، لان هو نسبة البروتين فيه عالية جدا. البروتين النباتي في المشروم من الحاجات المغذية جدا المفيدة جدا. هقلبه عندي هنا كده بشوكة او ماسك لحد ما يتحمر من الجنبين، وبعدين اطلعه على مناديل او طبق نظيف كده. ممكن يلزق مع بعضه كده، فاقلبه بالراحة. بعد ما بيستوي بالظبط كأنه هو قطع بانيه. وعايزه اقول لكم طبعا ان نفس القيمه الغذائيه اللي موجوده في عيش الغراب هي موجوده في اللحمه وفي الفراخ، لان نسبه البروتين فيه عاليه جدا. كل 100 جرام مشروم فيه 37 جرام بروتين. بعد ما خلاص كده قلينا المشروم عشان نقدمه بقى للاولاد ويبقى طعمه عندنا جميل، هاتي عيش البرجر وافتحيه من النص، وهنبدأ نضيف قطعة قطعة من المشروم، ونضيف عليها الإضافة اللي انت بتحبيها. انا هنا هضيف جزر مبشور وبصل مقطع شرايح ومنقوع في الخل والليمون. كمان بقى مع حبة كاتشب او مايونيز. عايز اقول لكم الطعم بيبقى خرافة خرافة جميل. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي.
حاجة كده تفتح النفس، رهيب يا جماعة، لازم تجربوه. هنكمل رص الكمية كلها ونجهز السندوتشات وقدميهم لولادك بألف هنا. وجبة جميلة جديدة طعمها حلو جدا وسعرها كمان على قد الايد. طبعا لو انت حابة تضيفي اضافات تانية غير كده على حسب ذوقك وعلى حسب الحاجة اللي انت بتحبيها. حقيقي كان الجزر وكان البصل هنا كان كفاية جدا وطعمه كان رائع وفي منتهى الجمال وطبعا مغذي جدا. رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.